أنت تعترض على المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن التشريع أو الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. هل تقترح مثلا إضافة الديانة المسيحية؟ لا طبعا يا سيدي، لا بالعكس. ماذا تقترح؟ اقترح ان البند ده يتشخص ليه؟ انا راجل علماني، انا بؤمن بعلمانية الدولة. طيب اذا كنا عايزين نطلع النهارده، اولا ايه خطورة المادة دي؟ اذا جيت تحاسب الاخوان تحت اي بند ان انتوا بتمزجوا الدين بالسياسة وعايزين تفرضوا الدين وتدخلوا الدين في السياسة وتحكموا بالدين مش بالسياسة، هيقول لك والله ما الدستور بتاعك بيقول كده. الدستور بتاعك انا ساتي الى الربط. انا راجل يا سيدي، انا راجل علماني، لا عايز دستور يجيب سيره الاسلام ولا المسيحيه ولا اي دين. مجتمعنا تحول من مجتمع ليبرالي منفتح. المراه فيه كانت بتبوء ودافعت عن حقوقها باجمل صوره واجمل صوره، وقاموا مفكرين جدا لاعطاء هذا الدور. ترادت النهارده الى الرجوع الى الوراء بالملبس ده اللي بيميزها. طب ما هو الملبس الذي سيجعل المراه ليبراليه في مصر او يعيد مصر الى ليبراليتها كما قلت؟ اتفرج على انت حفله ام كلثوم سنه 70 واتفرج على منظر شعبنا كان شكله ايه، وسيداتنا المحترمات كلهم، لان الملبس مش هيعمل احترام. يعني مش كل واحده لبست الحجاب معناها انها محترمه وانها يعني سيده يعني فاضله. الملبس عمره ما الانسان من جواه مش بملبسه. انا ما بحكمش على حد من ملبسه، انا قلت بس المجتمع بتاعي اتغير. ولكن انا سؤالي يعني دقيق كان سيد سويرس، انه ما هو الملبس الذي يمكن ان يعيد الى مصر من منظورك يعني طابعها الليبرالي؟ انت رجعت موضوع مثلا الملبس بتاعنا زي الستينات والسبعينات زي ما كنا. هذه نقطه وصلت الستينات والسبعينات شويه، لكن الحزب بتاعنا بيفكر زي ما قلت في فصل الدين عن الدوله، بيفكر في اقتصاد حر بس معاه مسؤوليه اجتماعيه. فصل الدين عن الدوله، فصل الدين عن الدوله فكره هتحتاجوا تبذلوا فيها مجهود كبير لشرحها وتوضيحها للناس. فصل الدين عن الدوله فكره هتحتاجوا تبذلوا فيها مجهود كبير لشرحها وتوضيحها للناس. انا الحقيقه حاولت اتابع عن قرب قناه وتي نسبيا، ووجدت في بعض اللحظات وفي بعض الاحيان انها في حاجه الى مقص رقيب، يعني يشيل شويه من الزيادات اللي ممكن تمثل نوع من انواع، يعني عايز اقول حضرتك بتلمح على الفيلم الامريكي. والله مش بس حتى فيلم امريكي، واحيانا بحس انه يعني مش عايز اقف اللي هو امريكان باي. واحد من الافلام اللي عرضت مؤخرا، وعدد من اعضاء مجلس الشعب قالوا انه كان في مشاهد اباحيه وجنسيه، وكان يعني قبل مجلس الشعب وقبل الكلام ده كله. انا بقول لك كمواطن عادي، كانت حتى بنتي قاعده جنبي، حسيت انه يعني ان اتاخدت شويه ليه، خاصه ان معروف انها قناه مصريه وفي مصر. انما الافلام فيلم واخد 9 جوائز اوسكار اللي اتعرض ده، والفيلم ما فيهوش مشاهد بالفعل من هذا القبيل. هو يعتبر ان يعني الفيلم جريء شويه او كده او بتاع. فاذا انت المسألة اولا بتعرض امتى؟ بتعرض الساعه 11 بالليل، يعني ممكن يتقال عليه ماسكه من خالد 21 سنه كبار فقط وكده. لكن انا بالنسبه لي ما شفتش ان الفيلم كان فيه مشاهد. إذا كانت مثلا المادة الثانية تستثني الأقباط كما قلت العدد اللي ذكرته يعني، ولكن ما يقال في الواقع أنك من ناحيتك أيضا أنت تريد أن تفرض رأي أقلية على الأكثرية. الأكثرية تريد دعني أسأل هذا السؤال بالشكل التالي سيد سويرس: لو وضعت هذه المادة للتصويت وقبل بها أهالي مصر تقبلها؟ للتصويت الشعبي استفتاء على المادة الثانية. ما هو الأغلبية مسلمة هنا، بالتالي هيوافقوا على الكلام ده. لكن لا تقبل برأي يعني مش هذه طريقة الديمقراطية؟ لا مش ديمقراطية. مش ديمقراطية. لا مش ديمقراطية. انت مش هذه طريقة الديمقراطية؟ لا مش ديمقراطية. مش ديمقراطية. لا مش ديمقراطية. أنا كمان زهقت من مظهر الانتحار والدم والصريخ والويل لكم والنار مصيركم ومش عارف يعني تعبت من كل القصص دي، وعايز افتح تلفزيون اتفرج على واحده حلوه بتغني، وعايز افتح تلفزيون اتفرج على واحده حلوه بتغني، وعايز افتح تلفزيون اتفرج على واحده حلوه بتغني.